حقائق قد لا تعرفونها عن مغني الراب التونسي سمارة. اسمه الحقيقي هو سامح الرياحي، لكنه اختار اسم سمارة ليكون هويته الفنية. بدأ مشواره الموسيقي سنة 2012، وكان من أوائل الشباب اللي فرضوا صوتهم في ساحة الراب التونسي. أسلوبه صريح وجريء، وما يخافش يطرح مواضيع اجتماعية وسياسية في أغانيه. سمارة عنده جمهور واسع داخل تونس وخارجها، ووصل حتى للمهرجانات الدولية. فاز بجوائز محلية ودولية، من بينها جائزة أفضل مغني راب سنة 2018. أثار الجدل أكثر من مرة بسبب تصريحاته وطريقته في العيش، وهذا ساعد اسمه ينتشر أكثر. في 2025 تم إيقافه بتهم تتعلق بالمخدرات، وهو نفى التهم وقال إن دخله الشهري من الحفلات يوصل حتى 400 ألف دينار تونسي. رغم المشاكل، سمارة يبقى واحد من أقوى الأسماء في الراب التونسي، وجمهوره ما زالوا في يليه. في رأيكم، هل سمارة يقدر يرجع بقوة للعالمية